صباح يبتدئ بخبز أمي وعطر أمي ووجه أمي، أكيد سيكون صباح جميل. فصباحكم جميل لكل من يشاهدني من المحيط إلى الخليج. هذه عاداتنا في تونس: الخبز على النار في الغناء أو الطاجين، ثم فطور الصباح، ثم الانطلاق كل إلى عمله. وأنا عملي في الرعي، عملي المؤقت في الرعي، لأني سأتركه وأرجع إلى تونس. بعد الفطور مباشرة أتجه إلى أغنامي لأتفقدها صباحا، ثم علفها، ثم الانطلاق إلى المرعى. اليوم سوف ترعون معي، ستشاهدون حياة البادية والأرياف. أتجه مباشرة هنا إلى أغنامي، أجدهم في انتظاري يرحبون بي، ثم ينطلقون كالسهام إلى الأعلاف. العلف هو شعير مخلط بنخالة. في فيديوهاتي السابقة أعطيت معلومات عن الماعز وعن الأغنام حسب ما لاقيته في تجربتي. كل فيديو إن شاء الله من هنا فصاعدا سيكون فيه معلومات عن تربية الماعز، عن الخصائص، عن السلبيات، عن الإيجابيات، عن الرعاية، عن الصغار، عن المشاكل والأمراض التي تواجه الماعز والأغنام، خاصة الماعز. لذلك أنا تحت أمر كل من يطلب نصيحة أو له تساؤل، ما عليه أن يتركه في تعليق وأنا أجيبه إن شاء الله. بعثت هذا المشروع منذ 2 سنين، الحمد لله يعني في تحسن. استطعت في ظرف 2 سنين أن أكون قطيع من الماعز والأغنام. ربيت عندي يعني هناك بنات المراح، واشتريت رؤوس جديدة لتعزيز القطيع. كذلك إلى كل محبي البادية وأخذتهم مشاغل الحياة وضغط الحياة في المدن، العيش بين الحيوانات ولو حتى لفترة قصيرة، سواء كانت أليفة كالماعز والأغنام أو كالقطط أو كالخيل أو كالكلاب. صدقوني جربوها وسوف ترون الفارق. يمتصون ضغط الحياة، يمتصون الاكتئاب، تجديد للنفس ولهوى النفس، تجديد للنشاط. يعني سبحان الله، من خلق هذه الحيوانات لها قدرة عجيبة على امتصاص كل السلبيات التي في الإنسان. أجد الراحة والاستمتاع حين أكون في الرعي معهم لوحدهم، لا هاتف، لا فيسبوك، لا انترنت، لا إنسان، لا حس طائرات أو كراهب أو طرق أو أي شيء، يعني انقطاع كلي عن العالم ولو جزئيا. تشاهدون كيف أن الماعز الأصلع يحاول أن ينأى بنفسه عن الماعز التي بها قرون، لأنهم يطردونهم من كل مكان يأتون إليه، يعني يعانون حقيقة، خاصة هذم الثلاثة. وهذه أول معلومة، يعني إذا كنت تريد أن
تبعث مشروع للماعز حاول يا إما أن يكون أصلع كله أو يكون بقرون كلها. المعذرة إن كان التصوير لست محترفا في التصوير، لكن على ما أقدر. مشروعي هو خليط بين الماعز الدمشقي والهجين عربي على الدمشقي، وعندي كعبة واحدة أو اثنين عربي الماعز التونسي الأصيل، وواحدة من أصول من جزائرية. هذه أحلى معزة عندي، يعني الأليفة أكثر واحدة أليفة أحبها جدا. أعطيها التفاح وأعطيها الفستق والشوكولاتة. اسمها بيضاء، تعرف اسمها. وهي أم المعزات اللي عندي أبناء بنات المراح، يعني معظمهم أمهم هذه. الآن في الطريق إلى المرعى الذي يبعد عن البيت قرابة 1.5 كيلومتر. بطبيعة الحال علفت الأغنام في الإسطبل الخاص بها، ثم علفت الماعز، ثم قمت بخلطهم مع بعضهم للذهاب إلى المرعى. في الريف الحياة تبتدأ من الساعة 5 صباحا، ونقوم بالأشغال إلى حدود الساعة 8:30 9، ثم نستأنف رحلة العمل مع الساعة 4 3:30 4. وهكذا هي حياة البادية والأرياف. أطراف النهار عمل، وسط النهار قيلولة، وفي الليل النوم مبكر. المناخ اللي عندنا في أرضنا مناخ شبه صحراوي، يعني له صحراوي وله أرض رطبة بها كميات كبيرة من الأمطار. لكن ما أسعفنا هو أن استخرجنا بئرين، 2 آبار عميقة لسقي الغرس والزراعات. هذا مكان أثري في قلب أرضنا، يعود إلى العهد الروماني، أي 3000 سنة حسب التصنيف. هي كانت معصرة زيتون، يعني أرض كانت من قديم الزمان أراضي زيتين. الماعز نشط جدا، دائما يريد الاكتشاف، ليس كالأغنام. كل الماعز اللي عندي إلى حدود هذا اليوم كله ملقح، يعني 10 الكل الحمد لله. بداية الولادات تبدأ إن شاء الله يوم 15 نوفمبر الشهر القادم بإذن الله. سوف أوافيكم بالولادات وصغار الماعز. انتظر على جمر. أريد أن أرى خاصة أبناء البيضاء.
كذلك سوف أقوم بتصوير فيديوهات فيهم خاصة العناية بصغار الماعز، لأني واجهت طيلة عامين مشاكل كثيرة في الولادات من لحظة الولادة إلى حدود 20 يوم، وقت يبدأ الصغير في الرعي مع أمه، خاصة في الأسبوع الأول من الولادة تكون العناية به صعبة جدا، من ناحية حساسيته، من ناحية كذلك حساسيته من الشمس خاصة، ومن الحليب، ومن البرد كذلك، لأن الولادات تكون في شهر نوفمبر وديسمبر، وهذا عنا في تونس هو ذروة البرد عندنا. والماعز يحب الدفء جدا، كبار وصغار، لكن الصغير دائما له مناعة تكون قليلة عند الولادة، لذلك يجب الاعتناء به جيدا. تلاحظون دائما أن الماعز دائما في المقدمة، وأن الأغنام ليس لها أثر. هذا هو الفرق بين الماعز والأغنام. الأغنام هادئة جدا عند الرعي ومطيعة، عكس الماعز. كما قلت وأعيد، لمن يريد أي استفسار، لمن يريد أي معلومة، أنا تحت الأمر. إذا قدرني الله أني أنير أي طالب معلومة فأنا تحت الأمر، ويسعدني ذلك جدا. تحياتي في الأثناء إلى صديق من الجزائر اسمه سفيان، هو الذي شجعني حقيقة على الكلام، وبذلت جهدي في أني أصل إلى هذا المستوى البسيط في الفيديوهات بفضله هو. حقيقة أشكره جزيل الشكر، وتحية كبيرة إلى شعب الجزائر وأهل الجزائر وناس الجزائر الطيبين. وأنا أصلا على حدود الجزائر، يعني سكننا في تونس يبعد 30 كيلومتر على الحدود الجزائرية، يعني مدينتي كاملة محاذية للحدود الجزائرية، وكثير من المعاملات تكون بيننا وبين الجزائر خاصة في السلع. هناك كذلك المبادلات بالمواشي في أغنام وأبقار، والسلع الجزائرية موجودة كثيرا عندنا في تونس، وهناك الكثير من أهلي من يعملون على الحدود على الجزائر. فتحية كبيرة إلى أهل الجزائر. وحي كذلك أختي كريمة من المغرب، ووردة الإيمان من فرنسا. هناك أخ كذلك من البحرين، تحياتي له. من سوريا، من فلسطين العزيزة، من مصر، ومن السعودية كذلك. هذا يسمى السيرجو، زراعة السيرجو. هذا زرعته منذ 2 سنين، واستغليته سنة، لكن لم أكن أعلم أنه يتجدد كل سنة. يعني هذا من تساقطات الأمطار عاود نبت من جديد، يعني نبتة غير عادية، يعني مثلها مثل الفصة كذلك تزرع سنة وتبقى لسنوات، يعني معمرة لسنين، يعني 7 سنوات أو 8 سنوات، وهي غنية بالبروتين، مشبعة جدا ويحبها الماعز. من الزراعات التي استفدت منها هو السيرجو، القطانية أو المستورة كذلك. عملت تجربة في البونيكام، وهو جيد جدا كذلك، يعمر كذلك لسنين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، زراعة الشعير والفصة والقمح، وهي موسمية يعني سنة فقط. من بعد لازمك تعيد نفس التمشي كل سنة. وقد نزلت فيديو فيه هذه الزراعة، وفيه نصائح على كيفية توفير المرعى ووقت الزراعة ووقت المبيدات والكميات التي يستهلكها الهكتار. يعني حين أرعى بهم أحاول أن أنوع لهم في المرعى. بالنسبة لي معلومة في صغيرات الماعز، يعني من أي وقت تستطيع الأنثى أن تكون جاهزة للتلقيح؟ من سن 6 أشهر. يعني إذا كانت الأنثى قمت برعايتها الرعاية اللازمة، تستطيع من سن 6 أشهر أن تطلب التلقيح وتلد في سن 12 شهر. يعني عمرها عام يكون لديها صغير مولود وتكون صحتها جيدة، وهذا عن تجربة. بالنسبة للأغنام تختلف. أنثى الأغنام الصغيرة من سن 9 أشهر 10 أشهر إلى سنة تستطيع أن تكون حاضرة للتلقيح. الماعز يختلف عن الأغنام في نسبة التوائم. تكون نسبة التوائم أعلى في الماعز أكثر من الأغنام. يعني لكل سلبياته لكل إيجابياته. لكن عند البيع ابن الصغير الماعز من 3 أشهر إلى حدود 6 أشهر تستطيع أن تبيعه، لكن الخروف من 2 أو حتى 1.5 شهر، وذلك عن تجربة. كذلك بالنسبة للأغنام، الميزة التي توجد في الأغنام أنها تستطيع أن تلد طيلة العام. يعني ليست هناك مواسم للتزاوج كالماعز. الماعز عنده تقريبا 3 مواسم للتزاوج: شهر آخر مايو وأول جوان، شهر آخر جويليا وأوت، وآخر نوفمبر وديسمبر. يعني ليست في كل وقت تستطيع أن الأنثى تطلب التزاوج، عكس الأغنام. يعني الأغنام ليس لها هذا النظام كالماعز. هذا المكان الدائر بخزان الماء لا أدري لماذا يحبه الماعز. كل يوم يعني يهرب ليأتي إليه، لست أدري ما السر. سبحان الله. هذا تهاون من إخوتي. الخزان يحتاج إلى تنظيف، وقد أوصيتهم بذلك. لا أدري إن كانوا قد فعلوا أم لا. طبعا البئر العميقة وتشتغل بالطاقة الشمسية لحسن الحظ. يعني 0 تكلفة لإنتاج الماء، لأنه الكهرباء في تونس غالي جدا. يعني يصبح الإنتاج لا يغطي حتى المصاريف. هذه مشكلة معظم الفلاحين في تونس. هذا اليقطين أو القرع يسمى في تونس. يعني هذه السنة لم ينجح معنا، لذلك فهو في كل مكان. فيه كما شاهدتم من قبل أني استغليته كعلف للماعز لتقليل التكلفة.
الماعز بقرون مشكلة كبيرة. أفكر في قص قرون الماعز، ولست أدري هل هي فكرة صائبة أم لا، لكن أفكر فيها بجدية، لأن كل واحدة أقوى من الأخرى، تهيمن عليها هيمنة كاملة، وتستطيع أن تسبب لها الأذى لا قدر الله، خاصة بالقرون التي مثل هذه المعزة. بالنسبة لي أنا كتجربة، يعني الربح في الأغنام أكثر من الماعز حقيقة. لكن لماذا لم أتخلى عن الماعز يقول القائل؟ لأني لم أستطع أن أبيع البيضاء وبناتها، يعني لم أحتمل فكرة أني أبيعهم. لذلك حتى ولو ربح أقل من الأغنام، لكن لا أستطيع أن أبيعها بحكم أنها لها مكانة عندي. لكن الأغنام في أرضنا نحن كانت عوائدها أكثر من الماعز. هذه عمرها ستة أشهر، الآن عمرها 8 أشهر، وهي قد حملت في عمر 6 أشهر، يعني ستلد وهي في عمر 12 شهر، هذه الصغيرة الحمراء. وهي أخت لهذه، للحمراء الأخرى، وأمهم تلك الحمراء الكبيرة، وهذه أختهم الأخرى كذلك. هؤلاء جميعا أخوات، وتلك هي أمهم الكبيرة. يعني للماعز جمال غير عادي، لا أدري إن كنتم كذلك ترونه أم لا، وهو من أحب الحيوانات إلى قلبي. وهذه الصغيرة البيضاء هي ابنة البيضاء الغرة التي وجهها أبيض، هي بنت البيضاء، ولها ابنة صغيرة هي هذه، في نفس عمر التي حبلت. البيضاء الصغيرة تلك هي أمها بجانبها، وتلك هي خالتها. على كل حال دائما إنتاج بنات المراح يكون أحسن من المعزة التي تشترى من السوق، وهذا لتدخل العوامل النفسية على نفسية الحيوان الذي تبدل عليه المكان، وتبدل عليه الحيوانات التي كان يعيش معها. وكل ما من جرب فكرة تربية الأغنام يعرف هذا جيدا. يعني بنت المراح دائما يكون إنتاجها أفضل، في التوائم أفضل، تبقى صحتها أفضل، وفي نفس الإنتاج حتى ولو اشتريت معزة من السوق وولدت عندك في نفس اليوم الذي ولدت فيه معزة من مراحك، يكون الفرق واضح جدا في الصغار. ساعات الرعي من الصباح من حدود الساعة 6:30 إلى حدود الساعة 9
8:30 يعني حوالي 2.5 إلى 3 في المرعى حسب حاجة الحيوانات للرعي، يعني هم وشباعهم. ثم أنه دائما هناك فرق بين حيوان يخرج إلى المرعى وحيوان دائما هو مربوط في الإسطبل أو في مكان ضيق. كذلك هناك فرق كبير من ناحية الإنتاج ومن ناحية صحة الحيوان. يعني لكل مربي يحاول أن يكون لك في اليوم حتى نصف ساعة لكي ترعى الأغنام وتمشي وتتحسن نفسيتها، يعني كأنها رياضة بالنسبة للرعي للحيوان، خلاف أنه غذاء كذلك هو رياضة للحيوان. للأسف من السنة القادمة بعد قرار غراسة الأرض لن يكون لي مرعى كبير، يعني سأضطر إلى اكتراء أرض جديدة للزراعة من جيراني. يعني الأرض هذه لم تعد صالحة للرعي عند غراستها، خاصة حين يكون الزيتون أو أي شجرة كانت صغيرة، يعني حاول أن تتجنبها خاصة في الرعي، وخاصة بالماعز. يعني الأغنام تستطيع أن تربيها خلال 3 أو 4 أيام. بكلمة واحدة تستطيع أن تربي الأغنام فلا تأكل الأشجار، لكن الماعز أبدا حتى ولو 2 لن يفعل إلا ما يقول له رأسه. هذه بقايا نبتة الدرع. كذلك عملت تجربة للدرع، لكن على ما أظن أن الذرة هي أصلح لأرضنا، كان إنتاجها أحسن من الدرع. لذلك في هذه السنة إن شاء الله سوف أحرص على أن أزرع الذرة لاستهلاكه كعلف فقط، يعني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف لأغنامي فقط، ليس للتجارة أو للبيع. حين أرعاهم أنا أرعى بهم في قرابة 5 هكتارات، يعني يكون الرعي في كامل الأرض البيضاء، يعني التي ليس بها زيتين أو فستق أو مع أنه نفس الأعلاف ونفس المرعى ونفس المكان، إلا أنه هناك فرق بين المشتريات من السوق واللي عندهم مدة عندي، يعني قرابة 4 أو 3 أشهر، وبنات المراح. يعني الصح حتى في الصحة شيء يختلف، مع أنه 3 أشهر و4 نفس العلف ونفس العناية ونفس وهذا هو الفرق بين بنت المراح وبنت السوق. على كل حال، إذا من له أي استفسار أو تساؤل أو أستطيع أن أفيده، أكرر وأعيد، ما عليه إلا أن يكتب لي تعليق وأنا سأرد عليه إن شاء الله. البيضاء دائما وهي المدللة تأتيني في المرعى في كل وقت. إن شاء الله تكونوا استمتعتم معي في هذه الحلقة. يعني حاولت أني نوثق صباح أهم الأنشطة لي في الصباح. بطبيعة الحال
بجوار البئر أتيت بكرسي. تعبت حقيقة. أخذت قسط من الراحة قرابة 15 دقيقة قبل أن أتوجه إلى البيت. الرعي متعب جدا، لكن لصغير السن أو يعني يستطيع أن يقاوم تعبه. وأهم شيء في أي مشروع أنك تكون تحب العمل الذي تعمله. هذا السر الوحيد، ليس الوحيد، لكن السر الأول في النجاح، أن تعمل شيء تحبه. لأنك حين تعمل شيء تحبه سوف تعمله بإتقان وتعمله بإخلاص وتستمتع به ولا تحس بالتعب. يعني هو الربح، الفرق في الجزئيات، في التفاصيل، لأنه تفاصيل المحب ليس كتفاصيل العامل العادي، وهنا يكمن الفرق، سر النجاح. لذلك سر النجاح أعمل في شيء تحبه، سواء تربية أغنام، تربية ماعز، حراسة، سقي أشجار، عمل في شركات، عمل في أي عمل. المهم أن تكون أنت تحبه. إذا أحببت الشيء فإنك ستبدع فيه، والإبداع هو المال. هذا هو السيرجو. يعني شفت الطول متاعه ما شاء الله. لم أكن أدري أنه سيعيد الإنبات، وإلا لكنت سقيته بالماء. أرجو أني نكون ما طولتش عليكم، وأني ما كنتش ثقيل ظل، وأرجو أنكم استمتعتم معي كذلك. تحياتي لكم مجددا، إلى كل من تبعني، إلى كل من شاهدني، إلى كل من شجعني، وإلى كل من استأنس بهذا الصباح معي. ألف شكر، ألف تحية، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة بإذن الله. ولكل من يريد أي استفسار فأنا تحت أمره، يسعدني ذلك. وإلى اللقاء بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي من تونس.